الوحدة التالتة عندنا هنا بقى، تالت وحدة في منهج أولى إعدادي، بتتكلم على النظم البيئية في قارة أفريقيا. هندرس شوية حاجات كده، نظم بيئية معينة، زي درس بيتكلم على نظام الغابات، هندرس الغابات اللي في قارة أفريقيا. تاني درس بيتكلم على نظام الحشائش، نظام الحشائش اللي في قارة أفريقيا وإيه هي الحشائش. تالت درس هنتكلم على النظم البيئية المائية، ونشوف بقى ايه هي النظم البيئية المائية، ونعرف المياه المالحة والمياه العذبة، ونتكلم بتفاصيل عن كل الكلام ده. اول درس هنا بيتكلم على النظم البيئية. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الارض وكل ما هو عليها بنظام محكم ودقيق. ربنا لما خلق الكون وخلق الارض وخلق كل حاجة حوالينا، الحاجة دي كلها مش اي كلام، مش مخلوقة كده وخلاص، مش سبهللة زي ما بنسميها، لا طبعا ده كل حاجة فيها بنظام دقيق. الحيوانات والنباتات والبيئة والجبال والهضاب والغابات والأشجار، كل الحاجات دي، كل الحاجات اللي في البيئة حوالينا طبعا بتشتغل وبتعيش بنظام محكم ودقيق. زائد ان ربنا سخر كل الحاجات دي للإنسان، قال للإنسان خدها على الجاهزة هي استفاد منها، عشان تقدر ان انت تكمل حياتك على كوكب الارض، عشان تقدر ان انت تعيش. وده بنسميه باسم النظام البيئي. ايه هو بقى النظام البيئي؟ النظام البيئي ده بيقول لي يمثل منطقة جغرافية، مكان معين على سطح الارض، مكان متكاملة فيها كل حاجة تضم مكونات حية ومكونات غير حية. ايه هي المكونات الحية دي؟ المكونات الحية دي ممكن تكون مثلا الحيوانات، النباتات، الكائنات الدقيقة زي الفطريات اللي هي في الصورة عندنا دي بسميها البكتيريا والفطريات اللي بتعيش في الأرض. دي كلها بسميها كائنات حية موجودة في النظام البيئي. وبنلاقي كمان كائنات غير حية أو مكونات غير حية، زي إيه؟ زي عندنا الغلاف الجوي، زي المياه، زي التربة، دي كلها بسميها، زي الجبال، دي كلها بسميها مكونات غير حية. يبقى تاني، النظام البيئي هو منطقة جغرافية متكاملة، مكان معين على سطح الأرض، في كائنات حية وعرفنا زي ايه، وفي كائنات او مكونات غير حية، كلهم بيتفاعلوا مع بعض وفق نظام دقيق، كلهم بيعملوا تفاعلات مع بعض للحفاظ طبعا على التوازن البيئي واستدامة الحياة. يعني كل حاجة بتفضل زي ما ربنا خلقها، الإنسان ما بيغيرش منها. ده بسميه النظام البيئي. تعريف بسيط وسهل جدا: نظام أو منطقة جغرافية متكاملة موجود جواها كمكونات حية ومكونات غير حية، كلهم بيتفاعلوا مع بعض وفق نظام دقيق، لأن ده بيؤدي في الآخر إلى الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الحياة، تفضل الحياة طبيعية زي ما احنا عايشينها دلوقتي. طيب إيه هي مكونات النظام البيئي بقى اللي احنا لسه متكلمين عنها فوق؟ المكونات الحية والغير حية. المكونات الحية زي النباتات، زي الحيوانات، زي الكائنات الدقيقة. الكائنات الدقيقة دي ممكن تكون الفطريات والبكتيريا، حاجات مش بتتشاف بالعين المجردة، مش بتتشاف بعينينا لأنها كائنات دقيقة جدا. والمكونات الغير حية زي مثلا عناصر المناخ، اللي هي حرارة ورياح وأمطار وضغط جوي ورطوبة وكل الكلام ده. كمان عندي مياه وتضاريس، والتربة طبعا اللي احنا بنزرعها بسميها مكونات غير حية. ماشي. انواع النظم البيئية عندنا بقى لانها هي كتيرة، فاحنا قسمناها لثلاث انواع. اول نوع بسميه النظم الارضية البرية، يعني نظم بتكون على الارض، زي الغابات، زي الحشائش، زي الصحاري، كل دي بسميها نظم بيئية ارضية موجودة على الارض. في نظم بيئية تانية بسمها النظم المائية في المية، وفي نظم مائية عذبة، وفي نظم مائية مالحة، وده برضه هنتكلم عنه بعدين في الدرس الثالث في الوحدة. في نظم بشرية تالت نوع. النظم البشرية يعني الحاجات اللي الإنسان هو اللي بيساهم فيها، حاجات بيعملها الإنسان، زي المناطق العمرانية زي المباني بقى وكده، والأراضي الزراعية لأن الإنسان هو اللي هيبني وهو اللي هيزرع. طيب هل النظم كلها قد بعضها يا مستر؟ قال لك لأ،
النظم كلها مش قد بعضها، النظم بتختلف. في نظم حاجات مكونات كبيرة جدا، وفي نظم صغيرة جدا، صغيرة في المساحة يعني. زي مثلا بيقول لي نظما بيئية صغيرة المساحة، زي برك المياه أو بركة المياه، المنطقة اللي بتتجمع فيها المية دي بسميها بركة مياه، ودي صغيرة. في نظم بيئية كبيرة المساحة زي ايه؟ زي الغابات المدارية المطيرة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. الغابات المدارية دي بتبقى حجمها او مساحتها كبيرة جدا. طيب ايه اكبر نظام بقى يا مستر بيئي حوالينا خلقه ربنا؟ ده بسميه الغلاف الحيوي. وهنعرف يعني ايه الغلاف الحيوي للارض، اللي هو النباتات والحيوانات. فدلوقتي عندي 3 اسئلة. النظم كلها مساحتها مش قد بعضها. في نظم بيئية مساحتها صغيرة، ايوه زي بركة المياه. في نظم بيئية مساحتها كبيرة، ايوه زي الغابات المدارية المطيرة. طب ايه اكبر نظام؟ هو الغلاف الحيوي للارض، اللي بيضم نباتات وبيضم حيوانات. ربنا طبعا خلق الارض، او خلق الله كافة النظم البيئية كلها في توازن واستقرار. النظم دي كلها بتتفاعل مع بعضها بتوازن معين، بسميه باسم التوازن البيئي اللي هو في الجنة عندنا ده. ايه هو التوازن البيئي ده بقى؟ لان ده ليه تعريف لوحده. التوازن البيئي ده هو حالة من الاستقرار، حالة من النظام تحدث داخل النظم البيئية. حالة من النظام بين كل النظم دي، النباتات والحيوانات والمش عارف التربة والمياه، كل الكلام ده حالة من الاستقرار. يعني تحدث بين النظم البيئية عبر التفاعل بين مكوناتها الحية وغير الحية. المكونات الحية اللي احنا سبق ان احنا اتكلمنا عليها زي الطيور والنباتات، او مكونات غير حية زي شبه التربة، كل دول بيتفاعلوا مع بعض مما يمنع حدوث تغيرات جذرية وغير طبيعية. كلهم بيتفاعلوا مع بعض زي ما ربنا خلقهم، من غير ما اي تغييرات بتحصل، من غير ما اي اختلال او عدم توازن بتحصل. ده بقول عليه توازن بيئي من اسمه اصلا، توازن بيئي يعني استقرار بيئي. عشان كده بنقول حالة من الاستقرار تحدث داخل النظم البيئية بين مكوناتها الحية وغير الحية طبعا، وده بيمنع حدوث اي تغيرات جذرية. طب هو ازاي التغيرات، او ايه هي التغيرات اللي ممكن تحصل ما تخليش في توازن بيئي؟ وعكس كلمة توازن هي اختلال النظام البيئي. ازاي او ايه التغيرات اللي بتغير من النظام البيئي وما بتخليش فيه استقرار؟ عندنا اسباب. في اسباب طبيعية يعني من عند ربنا، وفي اسباب بشرية يعني السبب فيها الانسان. نبدأ بالاسباب الطبيعية. اول حاجة الزلازل. لو حصل زلزال مثلا، في نباتات كتير بتموت وفي حيوانات كتير بتموت، يبقى كده مفيش توازن بيئي، ده كده في اختلال بالنظام البيئي. الثورانات البركانية، البراكين برضو ممكن تموت نباتات كتير وممكن تموت حيوانات كتير. الأعاصير، الإعصار برضو اللي هو الرياح الشديدة يعني، دي برضو بتموت نباتات وبتموت حيوانات. الحرائق الطبيعية، الحرائق الطبيعية اللي بتبقى مثلا بسبب البرق البرق والصواعق مثلا، او ارتفاع درجة الحرارة، كل دي عوامل بتؤدي الى اختلال التوازن البيئي، بتؤدي الى ان ما يبقاش في استقرار في البيئة اللي احنا عايشين فيها. عشان كده بنسميها باسم الاسباب الطبيعية. طيب في اسباب تانية بشرية الانسان هو اللي مسؤول عنها بقى، الانسان هو السبب فيها. زي ايه؟ زي اول حاجة هي ازالة الغابات. الانسان يفضل يقطع في الشجر يقطع في الشجر يقطع في الشجر كله، ده طبعا هيؤدي الى اختلال التوازن البيئي. الرعي الجائر، الرعي الجائر ده اللي انا اجيب حيوانات كتيرة واروح في منطقة صغيرة من الارض فيها حشائش واخلي الحيوانات دي تاكل فيها. طبعا الحيوانات هتاكل النباتات من الجذور بتاعتها، فالنباتات دي مش هتطلع تاني، يبقى انت كده عملت اختلال بالنظام البيئي. تالت حاجة التوسع العمراني، ان انا ابني على الاراضي اللي موجود فيها حشائش وحيوانات، ده برضو بيأثر على التوازن البيئي.
الحروب زي مثلا حرب فلسطين الأخيرة. حرب فلسطين دي، الحروب دي الناس بتموت والحيوانات بتموت والنباتات بتموت وكل ما هو على وجه الأرض بيموت. ده بيؤدي إلى اختلال التوازن البيئي أو النظام البيئي. كمان استخدام المواد الكيماوية، الكيماويات اللي بيستخدمها الفلاحين في الأراضي الزراعية، كل شوية يحط مواد كيميائية ومبيدات حشرية، مواد كيميائية ومبيدات حشرية، وكل ده طبعا بيأثر على النظام البيئي، بيأثر على التربة اللي بيزرعها الفلاح. خامس حاجة أو سادس حاجة هي التلوث المائي والهوائي. المية حوالينا بتتلوث طبعا بسبب إلقاء المخلفات والمصانع والقرف ده، والهواء هو كمان بيتلوث بسبب دخان المصانع وعوادم السيارات والمصانع والليلة دي كلها. فعندي هنا في أسباب طبيعية للتوازن البيئي، وفي أسباب بشرية برضو، في حاجات بتحصل من عند ربنا وفي حاجات الإنسان هو السبب فيها. وده بالنسبة لأسباب اختلال التوازن البيئي. نكمل بعد كده ونروح للنظم البيئية في إفريقيا. احنا طبعا عندنا نظم ياما، أشكال كتير، هندرس منهم الدرس ده وفي اللي هندرسه في الجزء اللي بعد كده. عند النظم البيئية اللي احنا أصلا اتكلمنا عليها من شوية، نظم بيئية أرضية زي غابات وحشائش وصحاري، ونظم مائية زي المياه المالحة والمياه العذبة. وهنتعرف كل الكلام ده في الوحدة أصلا هنتعرف عليه. احنا النهاردة هناخد، وفي الدرس بتاعنا هناخد ده بس، اللي هو نظم الغابات. عندنا نوعين، في غابات بسميها غابات مدارية، وفي غابات بسميها غابات البحر المتوسط، ودول اللي في الدرس هنتكلم عنهم. نكمل بقى ونروح طبعا كل اللي فات ده كان تمهيد. نروح للدرس الأول وهو نظام الغابات في إفريقيا. هناخد بقى نظام الغابات، نوعين بس من الغابات، في غابات مدارية مطيرة وفي غابات البحر المتوسط. هنتكلم عن ده وهنتكلم عن ده. نروح لنظام الغابات. نظام الغابات المدارية المطيرة ده بيقول لي هو يحتوي على آلاف، أو موجود فيه، بيقول لي أصلا إن هو من أكثر النظم البيئية تنوعا. نظام الغابات المدارية المطيرة ده فيه آلاف الأنواع من النباتات والحيوانات. لو أنت رحت هناك، الغابات المدارية المطيرة اللي بندلعها باسم تاني بنسميها الغابات الاستوائية لأنها موجودة عند دايرة الاستواء، ده أكثر النظم البيئية تنوعا، في أعداد كبيرة جدا، في آلاف من النباتات والحيوانات. لو أنت رحت زرتي أو شفت المكان ده، النظام ده موجود بالظبط فين بقى؟ هنا بيقول لي موقعه الفلكي. يعني نبدأ بالموقع الفلكي، هو من 0 ل10 شمالا وجنوبا. دايرة الاستواء هو الخط اللي بالأحمر اللي أنا أخدته على الخريطة ده بالظبط كده، من 0 ل10 شمالا أهو أهوت، ومن 0 ل10 جنوبا أهوت. يعني المنطقة بالظبط كده اللي ما أنا قاعد بلون فيها دهيت، وفي مناطق بعيدة سنة كده حاجة بسيطة. نتكلم بقى عن المنطقة دي. المنطقة اللي باللون الأخضر اللي عندنا دي بيقولك موجودة في شمال حوض نهر الكونغو أهوت. ده حوض نهر الكونغو بالظبط، السهم رايح هناك. موجودة كمان طبعا حوض نهر الكونغو ده في وسط أفريقيا بالظبط. موجودة في ساحل غانا. ساحل غانا ده في غرب أفريقيا، المكان اللي عليها المربع التاني. كمان موجودة في بعض المناطق البعيدة نسبيا، يعني بعيدة شوية عن دايرة الاستواء، زي مثلا مدغشقر المربع الثالث ده. فدي المناطق بتاعة الغابات المدارية المطيرة، لو انت عايزة تروحي تشوفيها هتروحي المناطق دي. حوض الكونغو موجود في وسط افريقيا، ساحل غانا موجود في غرب افريقيا، وموجود في بعض المناطق البعيدة عن دائرة الاستواء، زي مثلا مدغشقر. مدغشقر دي بعيدة عن دائرة الاستواء، لكن مع ذلك هناك في غابات مدارية مطيرة. طب الغابات المدارية المطيرة دي بقى بتتميز بإيه؟ إيه الخصائص المناخية بتاعتها؟ بيقول لنا هنا إن نظم الغابات المدارية المطيرة بتتميز بشوية مميزات. زي إيه؟ أول حاجة مثلا بيقول لك المطر الغزير طوال العام، طول السنة بتمطر في المنطقة دي، طول السنة بتشتي هناك مطر كتير. تاني حاجة ارتفاع درجة الحرارة طول العام، طول السنة الجو حر وطول السنة بتمطر هناك، وده الحرارة أدت إلى انخفاض المدى الحراري السنوي. الحرارة المرتفعة دي أدت إلى انخفاض المدى الحراري السنوي. طب هو يعني إيه أصلا المدى الحراري السنوي ده؟
هو الفرق بين متوسط درجة الحرارة بالنسبة لأعلى شهور السنة حرارة وأدنى شهور السنة حرارة. يعني إيه برضو يا مستر؟ أنا مش فاهمة حاجة. يعني أنا بجيب الشهر اللي ارتفعت فيه درجة الحرارة جامد قوي طول السنة، أعلى شهر ارتفعت فيه درجة الحرارة، وبشوف من الشهر اللي انخفضت فيه درجة الحرارة انخفاض شديد، ده بسميه المدى الحراري، وبطرحهم من بعض. يعني مثلا يعني عندنا درجة الحرارة ارتفعت قوي في شهر مايو مثلا. طب ودرجة الحرارة ارتفعت في مايو مثلا ووصلت لإيه؟ وصلت درجة الحرارة ل 60 درجة مئوية مثلا أهو. مايو أعلى شهر ارتفعت في الحرارة ووصلت ل 60 درجة. ويناير مثلا اقل او وصلت في الحراره انخفضت جامد قوي ووصلت مثلا ل 10. حلو. بطرح ال 60 من 10، الناتج هتقول لي 60 ناقص 10 كام؟ 50. اهي ال 50 دي بسميها المدى الحراري السنوي. طب انت جبتها منين؟ جبت الشهر اللي ارتفعت فيه درجه الحراره جامد والشهر اللي انخفضت فيه درجه الحراره جامد، وطرحت درجات الحراره من بعضها، كده انا جبت المدى الحراري السنوي. ماشي. يبقى ارتفاع درجة الحرارة طول العام ده بيترتب عليه، بيقول لي انخفاض المدى الحراري السنوي. وهقول لك حاجة مهمة جدا، في علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والمدى الحراري السنوي أو المدى الحراري. في علاقة عكسية، لو الحرارة مرتفعة يبقى المدى الحراري منخفض. طب لو الحرارة منخفضة يبقى المدى الحراري مرتفع. الاتنين مش بيرتفعوا سوا، لا. الاتنين مش بينخفضوا سوا، لا. في علاقة عكسية، ده طالما طالع يبقى التاني نازل، ما بين درجة الحرارة وما بين المدى الحراري السنوي. طيب، رقم 3 انخفاض الضغط الجوي. انخفاض الضغط الجوي يعني المنطقة دي ما بيبقاش فيها رياح. ليه بقى؟ بسبب صعود الهواء إلى أعلى. الهواء لما بيسخن بيطلع لفوق وبيجي مكانه هواء بارد، فعشان كده ما بيبقاش في رياح. بيقول لي وسكون حركة الرياح نسبيا، يعني مفيش حركة، مفيش هواء، مفيش رياح هناك. ماشي، ده أسئلة مهمة خالص. رقم 4 انخفاض الرطوبة النسبية. انخفاض الرطوبة النسبية لأن المية بتتبخر بشكل كبير، والرطوبة النسبية بيقول لي هي نسبة أو كمية بخار الماء الموجودة في الهواء بالنسبة إلى بخار الماء الذي يستطيع الهواء أن يحملها. بخار الماء اللي في الهواء قد إيه؟ كتير، فبقول مفيش رطوبة. إنما لو بخار الماء ما كانش كتير هقول فيه رطوبة. يبقى ده تعريف عندنا. الرطوبة النسبية هي نسبة أو كمية بخار الماء الموجودة في الهواء بالنسبة إلى كمية بخار الماء اللي الهواء ممكن يشيلها، التي يستطيع الهواء أن يحملها. ده طبعا اللي هي الرطوبة النسبية. مفيش رطوبة نسبية هناك؟ مفيش، عشان أو بترتفع الرطوبة النسبية هناك، أيوة، عشان كثرة التبخر اللي بتحصل هناك. بالنسبة بقى للخصائص النباتية، ايه النباتات والاشجار اللي بتنمو هناك؟ عندنا هنا الغابات المدارية المطيرة دي بتتميز بالاشجار الكثيفة، يعني كتيرة جدا، والمتشابكة الاغصان، يعني بتلاقي الشجر الفروع بتاعته داخلة على بعضها، عشان كده بقول متشابكة الاغصان. طب ده بيؤدي الى ايه؟ الى منع وصول الضوء الى ارض الغابة. يعني اشعة الشمس اشعة الشمس مش بتنزل الى الارض بسبب كمية الاشجار اللي هناك، اللي مخلية نور الشمس او ضوء الشمس لا يصل الى الارض. عشان كده وبسبب ان ضوء الشمس لا يصل الى الارض هناك بتكثر النباتات المتسلقة، النباتات اللي بتقعد تطول لفوق دي، كمان والطفيلية اللي بتعيش في على الارض، لازقة في الارض من تحت في الاماكن اللي مش بيوصل لها الضوء طبعا. طيب، من امثلة بقى الاشجار اللي هناك عندي 6 اشجار، 4 منهم فيهم حرف الميم. يعني ايه؟ يعني اول شجرة اسمها الماهوجني، في شجرة اسمها المطاط، في شجرة اسمها المانجو، في شجرة اسمها الموز. فأربع أشجار فيهم حرف الميم. في شجرتين بقى زي الأبانوس
وشجرة الكاكاو. دي كلها أشجار بتنمو في الغابات المدارية المطيرة، موجودة هناك، بتكثر هناك، دي البيئة أصلا اللي بتنمو فيها. فهنا عندي الغابات دي الستة دول بيتميزوا بإن الأشجار كثيفة هناك كتيرة جدا، متشابكة كلها داخلة على بعضها، وده بيمنع الضوء إلى الوصول إلى أرض الغابة، عشان كده بتنمو أو بتكثر النباتات المتسلقة والطفيلية. والاشجار هناك زي تاني الماهوجني، الابانوس، المطاط، الكاكاو، الموز والمانجو. طيب ايه الحيوانات اللي بتعيش هناك بقى؟ عندنا في حيوانات زي النمور والقردة. القرد طبعا بيحب المكان ده جدا، يقول لك ده انا الشجر الكتير ده لعبتي، ده انت جبتني كده في المكان المناسب. ففي نمور وفي قردة وفي تماسيح والافاعي، وفي حشرات زي النمل الابيض. النمل الابيض اللي هو صورته قدامنا ده. طيب ده بالنسبة للحيوانات اللي بتعيش هناك. طيب المكان برضو مش مناسب لحيوانات تانية، في حيوانات تانية ما بتقدرش انها تعيش هناك، وخاصة الحيوانات الضخمة اللي حجمها كبير. الحيوانات الضخمة دي هتقول لي يا مستر بس انا المكان ده مش مناسب ليا، المكان كله اشجار، مش هقدر ان انا اتحرك هناك زي الفيل او الزرافة. عمره ما هيقدر يعيش هناك. ليه؟ بسبب صعوبة الحركة بين اشجار الغابة الكثيفة، كلها اشجار داخلة ببعضها وقريبة جامد ومتشابكة، فدي حيوانات مش هتقدر تعيش هناك. حيوانات اكلة العشب زي الزراف والفيلة. ماشي، ده بالنسبة للحيوانات. طب بالنسبة للتربة، الطينة هناك وضعها عامل ازاي؟ التربة هناك بيقول لي ذات لون احمر، التربة هناك حمراء. الطينة اللي هناك كده لو بصيت عليها هتلاقيها لونها احمر. طب ليه؟ لانها غنية باكاسيد الحديد، واكسيد الحديد ده اصلا بيبقى لونه احمر، فعشان كده التربة هناك بيبقى لونها احمر، لان فيها كميات كبيرة جدا وغنية جدا باكاسيد الحديد الحمراء. زائد ان التربة هناك فقيرة في الاملاح المعدنية، مفيش املاح كتير فيها، الاملاح اللي هي بتبقى قابلة للذوبان دي بتدوب في التربة، لا فقيرة فيها، ما عندهاش الاملاح المعدنية دي. وبالرغم من ذلك، يعني مع ان التربة لونها احمر ومع انها فقيرة في الاملاح المعدنية القابلة للذوبان، الا ان بينمو فيها النباتات والاشجار الكثيفة. هناك بيطلع فيها نباتات كتير واشجار كتير، وده راجع طبعا لغزارة الامطار، لان بتمطر هناك طول السنة زي ما قلنا، ودرجة الحرارة هناك مرتفعة طول السنة. طب درجة الحرارة المرتفعة دي بتساعد على ايه؟ بيقول لي تساعد على سرعة التفاعلات الكيميائية، بتخلي في تفاعلات كده تحصل في الأرض وفي الطينة، وتحلل المواد العضوية. تحلل المواد العضوية زي الكائنات الحية مثلا اللي ماتت، دي بسميها مواد عضوية بتدوب في التربة، وطبعا بتدي خصوبة للتربة. فده عندي سؤالين مهمين، سؤال هي ليه التربة لونها احمر؟ عشان فيها اكاسيد حديد. وسؤال بيقول لي ان بتنمو هناك نباتات واشجار كتيرة، ايوه بسبب غزارة الامطار والحرارة. طب الحرارة اللي هناك دي بتعمل ايه يعني؟ بيقول لي بتؤدي الى سرعة التفاعلات الكيميائية وكمان تحلل المواد العضوية. تمام. طيب أهمية بقى نظام الغابات المدارية المطيرة، لها أهمية اقتصادية ولها أهمية بيئية. نشوف دي ونشوف دي. أهمية نظم الغابات المدارية المطيرة بيقول لي لها أهمية اقتصادية كبيرة، احنا بنستغلها وبنستفاد منها بشكل كبير. طب بتستفاد منها ازاي؟ بيقول لي بمصدر للمواد الخام، بناخد منها حاجات كتيرة جدا بتدخل في صناعات كتيرة. زي ايه؟ زي مثلا الصناعات الخشبية، بناخد منها الاخشاب ونعملها بقى الترابيزة كرسي سرير كده. بناخد منها المطاط، والمطاط ده على فكرة بيدخل في صناعة اطارات السيارات، الكاوتش بتاع العربية. كمان في صناعة الأدوية، في حشائش معينة بنجيبها من هناك وبنصنع منها الأدوية اللي بنستخدمها دلوقتي. فوق كل الكلام ده بيقول لي إنها مصدر للغذاء، يعني بناخد الفاكهة اللي بتطلع في الأشجار اللي هناك وبناكلها. كمان مصدر للوقود، الوقود يعني بنحرقها عشان مثلا إيه نشوي عليها، نطبخ عليها كده، يعني لعدد كبير من السكان اللي هناك بياخدوها يولعوا فيها ويعملوا اكل طبعا هناك. ده اسمه الوقود، كانها يعني ايه بيستخدموها كانهم يحرقوها ويستخدموها بقى يعملوا عليها اكل وكده.
طيب زائد انها مقصد لعدد كبير من السائحين، في سياح كتيرة جدا بتسافر للغابات المدارية المطيرة عشان يستمتعوا بالجمال اللي هناك، بالأشجار وبالحيوانات وبالطيور وبالغابات وكل الدنيا اللي هناك دي. عشان كده بقول عليها لها أهمية اقتصادية. تمام. هل ليها كمان أهمية؟ ليها أهمية بيئية، بتحافظ على البيئة. ازاي يا مستر الغابات بتحافظ على البيئة؟ بتحافظ على التوازن البيئي، تحفظ لنا التوازن البيئي من حيث الحيوانات والطيور والحشائش اللي بتعيش هناك. كمان بتعمل على تنقية البيئة من التلوث، لان احنا عارفين اصلا ان ان الاشجار دي بتاخد غاز ثاني اكسيد الكربون وبتدينا غاز طبعا الاكسجين، فعشان كده هي لها اهمية مهمة جدا. ده طبعا الوظيفة الرئيسية للاشجار. زائد ان في معلومة كده او في دراسات اتعملت، ولقوا ان الدراسات الحديثة الجماعة الجغرافيين كده وبتوع البيئة لما جم يدرسوا الغابات المدارية المطيرة، لقوا ان غابات حوض نهر الكونغو اللي هي تبع الغابات المدارية المطيرة طبعا بافريقيا تمتص انبعاثات الكربون بكمية اكبر من الكمية الصادرة عن قارة افريقيا باكملها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الغابات المدارية المطيرة، يعني غابات حوض نهر الكونغو بالتحديد، بياخد كميات الكربون اللي موجودة في كل القارة الإفريقية. بياخد يعني أنا في مصر هنا غابات حوض نهر الكونغو بتمتص كل ثاني أكسيد الكربون اللي في الجو، حتى لو أنت بعيد أصلا مهما كان مكانك في قارة إفريقيا. الغابات دي بتاخد كل الانبعاثات الكربونية دي وتطلعها لي طبعا اكسجين في الاخر، فبتحافظ على ده مهمه لقاره افريقيا كلها، مهمه ل 54 دوله في افريقيا الغابات بتاعت حوض نهر الكونغو دي. زائد انها بيقول لي كمان بتنتج كميات كبيره من الاكسجين، وده الوظيفه الرئيسيه اصلا اللي هي بتنتج كميات اكبر من الاكسجين طبعا وبتاخد غاز ثاني اكسيد الكربون.